الخديوي إسماعيل. الخديوي إسماعيل باشا هو الخديوي الخامس لمصر، وهو ابن الخديوي إبراهيم باشا. واتولد إسماعيل في 31 ديسمبر عام 1830. اهتم إبراهيم باشا بتربيته في تعليم مبادئ العلوم واللغة العربية والتركية والفروسية، ثم سافر إلى باريس لينتظم في سلوك البعثة المصرية الخامسة، وتولى الحكم بعد موت والده في عام 1863. وفضل إسماعيل باشا 20 سنة في الحكم. خلال فترة حكمه قام الخديوي إسماعيل بتحديث وتطوير الملامح العمرانية والاقتصادية والإدارية في مصر بشكل كبير، ليستحق لقب المؤسس الثاني لمصر الحديثة بعد إنجاز جده محمد علي باشا الكبير، وإدخال العديد من الإصلاحات والتحسينات في مجالات مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، كما قام بتنظيم عدة مشاريع ضخمة زي قناة السويس وإنشاء سكة حديد تربط بين القاهرة والإسكندرية. حول مجلس المشورة إلى مجلس شورى النواب، وأتاح للشعب اختيار ممثليه. أنشأ قصور فخمة زي قصر عابدين وقصر راس التين وقصر القبة، وأنشأ دار الأوبرا وكوبري قصر النيل. اهتم بالزراعة، فعمل على زيادة مساحات الأراضي الزراعية وحفر ترعة الإبراهيمية وترعة الإسماعيلية. أنشأ المصانع، من بينهم 19 مصنع للسكر، وقام ببناء 15 منارة لإنعاش التجارة. اشتهر الخديوي إسماعيل بافتتاح قناة السويس، بالإضافة لإعادة بناء مناطق في القاهرة على طراز هوزماني الأوروبي. ومع ذلك تسببت كل المشاريع دي في تراكم ديون كبيرة على البلاد، وتأثرت مصر بشدة بالأزمة الاقتصادية العالمية في سنة 1873. ومن هنا تم إجبار الخديوي إسماعيل على التنحي عن الحكم في سنة 1879 على يد إنجلترا وفرنسا، وخلافة ابنه توفيق باشا الحكم من بعده. إسماعيل باشا يعد واحدا من أهم الشخصيات التاريخية في مصر، حيث أنجز العديد من المشاريع الضخمة والتحديثات الحضارية، رحمة الله على كل من ساعد في بناء البلد وتطويرها. رحمة الله على كل من ساعد في بناء البلد وتطويرها.